مباراة الأهلي وسموحة النهاردة. قدر النادي الأهلي إنه يكسب نادي سموحة 3-1 بعد ما قدر أحمد عبد القادر وحمدي فتحي وكهربا إن هم يسجلوا 3 أهداف، وحسام حسن إنه يسجل هدف من ضربة جزاء في آخر المباراة. وكان نجم المباراة بدون نزاع وبدون كلام محمود كهربا، أفضل لاعب في المباراة، صنع هدفين وسجل هدف. ده غير أداؤه طول المباراة والفنيات اللي عملها والكور اللي أتاحها لزمايله. بصراحة عودة كويسة جدا جدا لمحمود كهربا، بالإضافة طبعا لحسين الشحات اللي قدم مباراة كويسة جدا جدا مع محمد هاني. وقدروا هما الاثنين اللي هما يورونا لعب كويس جدا جدا على الجنب اليمين، خلافا عن الجنب الشمالي اللي كان هابط قوي طول الماتش، لكن كانوا عاملين شغل كويس جدا. بالاضافه طبعا لكابتن حمدي فتحي اللي طلع مصاب للاسف، وان شاء الله يكون كويس، اللي كان بيقدم كل اللي يقدر عليه في الماتش، وكان بيموت في الماتش عشان خاطر يحافظ على نص الملعب للنادي الاهلي. بالاضافه لدفاع النادي الاهلي اللي عمل ماتش كويس جدا، رامي ربيعه ومحمود متولي. ورامي ربيعه يعني عامل ماتش كويس، مش هنلومه على ضربه الجزاء، هو اتهور فيها، والمفروض يعني رامي ربيعه من اللعيبه اللي عندها خبره، اللي ما ينفعش تغلط غلطات زي ديت، لان غلطه زي ديت لو في ماتش مهم، لو احنا مثلا متعادلين، هتكون لها اثر سلبي كبير جدا على النادي الاهلي. وما ننساش طبعا مروان عطيه اللي نزل في اخر تلت ساعه في الماتش، بس بصراحه عمل عجبني لاعب جدا جدا. تحركاته، الكيرف في الكوره اللي بيلعبها، دايما بيبص على تحويل الكوره من الجنب للجنب تاني، ودايما كوره كويسه ودقيقه جدا. لاعب شايفه هيكون مستوى كويس في الايام الجايه طبعا، لو مش السوليه قعدوا على الدكه من النهارده، لكن ان شاء الله يعني يكون له مستقبل كويس مع النادي الاهلي. بالاضافه طبعا لمحمد كريستو التونسي اللي عمل كام دقيقه كويسه كده، عمل هجمتين كويسين، باين جدا ان هو عنده قوه في التسديد وعنده سرعه كويسه وعنده كمان مهاره، فهنستغله بشكل كويس ان شاء الله. اما بالنسبه للصفقات التانية زي خالد فتح الله وضوي ده اللي لسه ما نزلش، ممكن ما نحكمش عليهم دلوقتي لان احنا لسه ما شفناهمش. يعني خالد فتح الله لعب ما يقارب 3-4 دقايق بس، فمش هنحكم عليه، ونفس على اللاعب اللي ما لعبش خالص، فان شاء الله يكون لهم فرص في الماتشات الجايه، يثبتوا نفسهم ويكونوا من افضل اللعيبه برضه في الدوري. ما تنساش الفولو وتصلي على النبي وتتوقع مين هو بطل كأس مصر، وتشترك على قناتي على اليوتيوب.